السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى يعجبكم. اللي هو عبارة عن واحد الكيكة اللي دايرة ضجة في مواقع التواصل. كيكة ديال تحميرة الوجه، كيكة بمعنى الكلمة ديال النهار الكبير والناس العزاز. كتجي غزالة رائعة، ما نقول لكمش البنات كي تتجي كدير بالكنافة، كتجي رائعة يا البنات. ضروري ما تجربوها وتردوا عليا. نبداو على بركة الله. لهاد الكيكة كنحتاج 200 غرام تقريبا ديال الكنافة اللي قطعتها رقيق ولبستها مزيان بالزبدة. غادي نلبسها مزيان بالزبدة او الزيت اللي كان. الكنافه البنات على حسب المول اللي غديروها فيه. انا عندي المول المتوسط، درت غير 200 غرام كفاتني. لبسها مزيان البنات، خصها ضروري تلبس بالزبده. من بعد جبت المول ديالي ودرت فيه درت فيه بابي كويسون، وغادي نحاول نوزع هذيك الكنافه في هذاك المول ديالي. انا درت هذا المول اللي كيتحل من الجناب، نتوما ديروا اي مول عندكم. غادي نضغط عليها بيدي او بشي كاس تلبسها مزيان، وغنطلع الجوانب، وغادي نطلع البنات الجوانب ضروري. الجوانب ما يطلعوا. من بعد خديت هنا 3 البيضات وجوج ساشيات ديال فاني كما كتشوفوا، وكاس ديال السكر وشويه ديال الملحه. غادي نضرب هاد العناصر كامله حتى يتجانسوا مزيان. هنا البنات راه بنتي قالت لي والو ماما انا اللي نصورك، انا اللي نصور هاد الفيديو، راه مهبلاني. المهم قبلوا عليا البنات وصافي، هادشي اللي كاين. من بعد ما ضربت هاد العناصر حتى دابت هذيك سنيده مزيان، زدت كاس ديال الزيت، نفس الكاس باش عبرت السنيده هو باش عبرت الزيت. ما نتوما تجانسوا هاد العناصر مزيان. من بعد البنات زدت كاس ديال الحليب، او تزيدي كاس د اللبن او واحد ياغورت، المهم اللي موجود عندك البنات، اللي موجود ديروه. وانا كنضرب، انا كنزيد العناصر وانا كنضرب. من بعد البنات زدت كاس ديال اللوز مطحون بقشورو، قبضت كاس ديال اللوز مسحتو وطحنتو بقشورو، هو اللي زدت دابا. ونزيد دقيق شويه بشويه، غادي نزيد دقيقه البنات شويه بشويه حتى تجمع ليا هذيك الكيكه ديالي. من بعد البنات جوج ديال الساشيات ديال 8 غرام ديال خميره ديال الحلوى، وجمعت هاد العناصر وهاد الدقيق جمعته. راكم عارفين القوام ديال الكيكه البنات. المهم الدقيق غير شويه بشويه، راه تقريبا كاس ونص اللي هزت ليا على داك الكاس ديال اللوز اللي مطحون بقشورو. تجي هي هذيك، تجي على هذا الشكل. من بعد البنات جبت المول ديالي اللي فيه الكنافه، وانا نضيف عليه، درت فوقه هذيك الكيكه. من بعد البنات كبيت هذاك الخليط ديال الكيك، غادي نزينها برقائق ديال اللوز. مادام درنا اللوز لداخل غنديرو على برا، وغنزيدو شي شويه البنات. غادي نحاولوا نوفيه شي شويه وندخلها الفران طيب عادي بحال الكيك، غتجي بحال هكا. دابا البنات باقا سخونه بزاف، ما قدرتش نقيسها. غادي نجيب العسل وغادي نسقيها بالعسل. راكم عارفين البنات الكنافه ضروري خصها العسل. يلا مخرجاها من الفران وانا كنسقيها بالعسل. غادي نسقيها يا البنات ونخليها تشرب داك العسل مزيان واحد ساعه ولا ساعه ونص ولا حتى ساعتين.
تتشرب مزيان. ندير الجوانب اللي فيهم الكنافه. راه البنات ما تخافوش من هذاك، راه ديك الكنافه كتشرب كاع داك العسل، واخا ديروا اللي درتو راه كتشربوا. وغادي نخليها تستراح مزيان على ما تشرب ليا هذاك العسل، ونديمو ليها. دابا شربات العسل مزيان. ها نتوما البنات ما بقى لا عسل لا والو، كلشي شرباتو الكنافه. كتجي على هاد الشكل، تتجي روعه يا البنات، روعه روعه روعه، كتجي غزاله. بغيتكم البنات تجربوها، تستحق هذيك الضجه اللي دارتها في اليوتيوب. تستحق هاد الكيكه. تجي على هاد الشكل، تجي زوينه يا البنات ولذيذه وهشيشه. رائعه البنات، كيكه ديال تحميره الوجه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف، والى اللقاء الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. ما تنسوش لايك البنات والاشتراك. السلام عليكم، باي باي.